بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا كما شاء، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن نبي الله إبراهيم عليه السلام، واليوم سنتكلم عن نبي كان معه في نفس الحقبة الزمنية. هذا النبي هو نبي الله لوط عليه السلام. فبعدما أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم الخليل أن يهاجر من بغداد أي العراق إلى فلسطين، ذهب معه زوجته سارة وابن أخيه لوط عليهما السلام. فأمر إبراهيم لوطا عليه السلام أن يذهب إلى قرية سدوم. هذه القرية هي مجاورة لفلسطين والأردن، وهي بالضبط مكانها هو مكان البحر الميت حاليا. فأمره أن يذهب إليهم ويدعوهم إلى عبادة الله الواحد القهار. ذهب لوط إلى تلك القرية وعاش وسط قومها، فوجد أن هؤلاء القوم لم يكونوا فقط مشركين، بل كانوا يأتون الفاحشة. كانوا يأتون الفاحشة لم يسبقهم إليها أحد، فهم أول من اختلقها أو اخترعها. فقد كانوا يأتون الرجال من دون نساء، كانوا يحبون الرجال ويتركون النساء، كانوا شواذا أو مثليين. فقال لهم نبيهم: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون الناس. فحتى الحيوانات لا تفعل مثل ما تفعلون. فقال الله سبحانه وتعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل. الله سبحانه وتعالى شبههم بالأنعام، والأنعام كما نعلم هم 8 أزواج من البقر والإبل والغنم وغيرهم. فالإبل لا تفعل مثلهم، فالإبل تستحي عندما تريد أن تعاشر، أو يكون الجمل يريد أن يعاشر الناقة، فهم يستحيون ولا يفعلون ذلك أمام الناس. أما هؤلاء القوم فقد كانوا يفعلون المنكر في ناديهم وفي الشوارع وفي كل مكان. كان لديهم ناد، أي مثل الملهى أو المقهى أو نسميه ما نريد، فكانوا يأتون الفاحشة في ذلك المكان. كانوا يصدرون ريحا، يخرجون ريحا ويصدرون أصواتا بأجسامهم وغير ذلك، يستحيي الإنسان حتى أن يذكرها، فما بالكم بأن يسمعها أو يراها. وكانوا يضحكون ولا يبالون بشيء. فقال لهم لوط عليه السلام: اتقوا الله يا قوم، اتقوا الله، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون الناس. إن الله جعل في خلقه سنة أن الرجل للمرأة والمرأة للرجل، وأنتم خالفتم إرادة الله وخالفتم خلق الله. فقالوا له: من أنت يا لوط حتى تكلمنا هكذا؟ قال: أنا نبي الله إليكم. قالوا: لا نريدك، ارحل يا لوط، أنت تفسد علينا متعتنا، أنت تفسد علينا جونا، أخرجوه من قريتكم. قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم. فقد قال الله سبحانه وتعالى على لسانهم: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فقد أصبحت الطهارة والعفة جريمة يعاقب عليها القانون، قانونهم. ونحن نرى ذلك في زماننا هذا، أن العفة والكرامة والطهارة يعاقب عليها قانون الدول الغربية التي تدعو إلى مثل هؤلاء الأشياء. فنحن مثلا نعيش في أوروبا، في دول غربية يحاربون العفة ويشجعون المثلية ويشجعون الشواذ، يدعون إلى الحرية. هذه بالنسبة إليهم حرية، ولكن بالنسبة لنا فهو تقييد وشبهة لا حرية.
بقي معهم نبي الله لوط يدعوهم بالحسنى يوما بعد يوم بعد يوم، فلم يتغيروا، بل زاد شذوذهم وزاد عنادهم، حتى أنه حينما كان يأتي ضيوف في المدينة كانوا يذهبون إليهم ويراودوهم عن نفسهم. فكان لوط عليه السلام يخبئ الناس في بيته، فيأتي قومه ويقولون له: ألم ننهك عن العالمين؟ يا لوط ليس لك شأن بالناس، لماذا تقول للناس بأننا مجرمون ونريد لهم السوء؟ فإن كانوا يحبون ما نفعل فليأتوا معنا، بل دعنا يا لوط عفوا. فقرر الله سبحانه وتعالى أن يعذبهم، فأرسل 3 من الرسل الكرام، 3 من الملائكة العظام، أرسلهم في صورة بشر، في صورة شباب من أجمل ما رأت الأرض. ذهبوا عند نبي الله إبراهيم قبل أن يذهبوا إلى قرية سدوم، فبشروه بإسحاق نبيا ومن ورائه بيعقوب، وقالوا له بأنهم سيذهبون ليدمروا قرية سدوم، ولكن إبراهيم كان أواه منيب، أخذ يجادلهم، أخذ يقول لهم: أتدمرون قرية بها 200 مؤمن؟ قالوا: لا، ليس بها 200. قال: وإن كان بها 100؟ قالوا: ليس بها 100. قال: وإن كان بها مؤمن واحد؟ قالوا: نحن أعلم بمن فيها. قال: إن فيها لوط؟ قالوا: نحن أعلم بمن فيها، لننجي لوطا والذين آمنوا معه. قالوا لإبراهيم أنهم سينجون لوط والذين آمنوا معه. فمن آمن مع لوط عليه السلام؟ لوط عليه السلام بيته الوحيد الذي كان فيه الإيمان، فقد آمن للوط ابنتاه، كان له بنتان آمنتا مع أبيهما، ولكن زوجته بقيت على كفرها وعنادها، فقد كانت كافرة خبيثة. فذهبوا إلى لوط عليه السلام وكان خارج المدينة، فحينما رآهم لوط عليه السلام هرول إليهم وقال لهم: سلاما. قالوا: سلام. قال: من أنتم؟ قالوا: نحن أغراب ضيوف في هذه القرية. فقال: مرحبا بكم في بيتي، لا تذهبوا إلى بيت آخر. فذهبوا معه وأخذ يحدثهم في الطريق بأن أهل هذه القرية هم شر الناس، هم لا يكرمون الضيوف ويعتدون على الناس، والملائكة تسجل شهادة لوط عليه السلام على قومه. فقال: إنهم قوم خبيثون يأتون الفاحشة وكذا وكذا. فلما وصلوا إلى داره أدخلهم فرأتهم زوجته، فخرجت مسرعة مهرولة إلى القوم، قالت لهم: إن لوطا لديه ضيوف في البيت وهم من أجمل الشباب، لم أرى في جمالهم قط. فجاء قومه إليه، جاءوا يهرعون، جاءوا يسرعون، فدقوا عليه الباب، كادوا أن يكسرون الباب. فخرج لوط عليه السلام إليهم وقال لهم: ماذا تريدون؟ قالوا: نريد ضيوفك، ألم ننهك عن العالمين؟ ألم نقل لك أن لا تعترض سبيل الضيوف؟ اتركهم لنا. فقال: يا قوم، أليس منكم رجل رشيد؟ لا تفضحوني، إنهم ضيوفي. فقالوا له: نحن نريدهم. فلوط عليه السلام قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، أي أنا وحدي، أنا ضعيف لا أستطيع أن أسايركم كلكم، بل الركن الشديد هو الله سبحانه وتعالى، سآوي إلى ربي، فإن الله سبحانه وتعالى هو من سيحميني. فقالوا له: لا تتدخل فيما لا يعنيك، هؤلاء الشباب لنا. فقال لهم: اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، اتقوا الله. فأصروا. فدخل لوط عليه السلام فقال له جبريل عليه السلام: لا تخف يا أخي لوط، لن يصلوا إلينا، نحن رسل ربك، أنا جبريل وهذا ميكائيل وهذا إسرافيل. ففرح لوط عليه السلام، فخرج إليهم جبريل فضربهم بطرف جناحه،
فطمس على أعينهم، طمس على أعينهم فلم يروا شيئا، فقالوا لقد أظلمت الدنيا، سنعود في الغد وسنقتلك يا لوط ونأخذ ضيوفك بغصب عنك. فقال جبريل عليه السلام لعمرك، قال الله سبحانه وتعالى لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون. لعمرك يا لوط، إن الله حلف بعمر أي عمرو لوط عليه السلام، قال لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون. فقال لوط عليه السلام، فقالوا إن موعدهم الصبح، فقال ولماذا تنتظرون إلى الصبح؟ فأجاب جبريل عليه السلام أليس الصبح بقريب؟ الصبح قريب لا تخف، سيموتون في الصبح. فأمره جبريل عليه السلام أن يأخذ أهله المؤمنون ويخرج من القرية لأنه سيصيبها عذاب شديد. فخرج لوط عليه السلام هو ومن آمن معه، فقال تعالى فما وجدنا فيها غير بيت من المؤمنين. لوط عليه السلام وابنتاه خرج وتبعتهم زوجته لأنها كانت تعلم أن هناك شيئا سيحصل. فقال له الملائكة ولا يلتفت منكم أحدا، لو التفت أحد عندما يبدأ العذاب سيصيبه ما يصيب القوم. تبعتهم زوجته، فلما خرجوا بدأ العذاب فالتفتت زوجة لوط عليه السلام فجاءتها حجرة من السماء ضربت رأسها فسقطت ميتة، وهذه الحجرة كان مكتوب عليها اسمها. فقال الله سبحانه وتعالى لما بدأ العذاب قال وجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. جبريل عليه السلام حمل تلك القرية التي كانت تسمى المؤتفكة آنذاك، حملها إلى السماء ثم قلبها، فجعلنا عاليها سافلها أي قلب القرية، وأمطرنا عليهم حجارة من السماء، حجارة من سجيل منضود، حجارة من سجيل منضود أي مكتوب على كل حجرة اسم صاحبها. فمات كل القوم. وقال تعالى وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. الله سبحانه وتعالى أمطر أمطارا على تلك القرية فغمرت الأمطار القرية، فتلك الأمطار أصبحت بحيرة، وهذه البحيرة هي الآن هي البحر الميت، حيث تحولت إلى بحر ميت خبيث. فالمكان الذي يزوره الناس اليوم هو البحر الميت، هو بحر ملعون، لو علم الناس أصله لابتعدوا عنه خشية العذاب. أنجى الله لوط عليه السلام، ماتت زوجته، فقال الله عز وجل وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. هذا المكان الناس يمرون عليه بالنهار وبالليل ولا يتفكرون ماذا كان هذا المكان، حيث قال وما هي من الظالمين بالبعيد، أي العذاب ما هو ببعيد عن الظالمين. فلو استمر هؤلاء الناس على شذوذهم وعلى عصيانهم وعلى كفرهم سيحصل لهم مثل ما حصل لقوم لوط عليه السلام. اللهم نجنا من عذابك يا أرحم الراحمين، واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الحلقة المقبلة سأحكي لكم قصة نبي الله يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليه وعليهم الصلاة والسلام أجمعين.